السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. النهاردة بقى قررت ان انا افطر ولادي أكلة حرشة كده. عارفين سندوتش الطعمية بتاع زمان اللي كان فيه مشتملات التلاجة كلها؟ اهو النهاردة عملنا كده. بصوا بقى، طلعت كيسين طعمية. الطعمية دي ربكم الحق مش بتاعتي، يعني انا بعمل الطعميه في البيت، بس الطعميه دي يعني شاريينها كده، دي جايه لي هديه. ايوه بتتهادوا في الطعميه. ايوه اخت جوزي قالت لي هجيب لك طعميه بقى تدوقيها، لازم تدوقيها. ازاي ما جربتيهاش؟ واحده بتعملها كده، فقلت لها ماشي هجربها. فجابت لي بقى الطعميه دي، بصراحه حلوه جدا. واللي انا بعملها برضو ما حدش ينكر ان هي حلوه، بس دي حلوه برضو ولذيذه وطعمه. تعالوا بقى بصوا، انا يعني ما حطيتش عليها كربونات ولا اي حاجه، لان كل ما الطعميه كده تبقى مضروبه كويس كل ما تبقى هشه وجميله. تعالوا بقى هتقولوا لي هتقلي في الحله. ايوه انا بحب قلي الحله ده جدا، لا طرطشه بقى وبراحتي. انا عامله الحله دي مخصوص لقلي البطاطس، عميقه، ما بعملهاش زيت طبعا، لان الزيت ايه يا جماعه؟ تاخد لها الازازه ال5 لتر ما شاء الله مرتاحه. لا انا بحط زيت يعني على قد كده وعلى قد الكميه اللي انا هعملها واقلي فيها. عايزه اقول لكم خطيره، لازم تجربي تعملي لك حله كده. يعني تعمليها طاسة، والله العظيم جميلة وبتنظف المكان حواليكي، يعني ما بتطرطش بقى زيت ولا اي حاجة. حلوة جدا في القلي الحلة. تعالوا بقى بصوا، انا بحب اعمل الطعمية صوابع زي الكفتة، بتبقى شكلها حلو قوي ويعني وخفيفة كده وشكلها حلو جدا. فتعالوا بقى نطلع الكفتة دي، يلا نضحك عليهم ونقول لهم دي كفتة، هي طعمية. تعالوا بقى نشوف هنحبشها ازاي ونعمل سندوتشات الطعميه. مش قلتلكوا احنا لازم نطلع كل اللي في التلاجة؟ يعني من جرجير بقى لطماطم لخيار اخضر لخيار مخلل لشطه كده، الناس اللي بتحب السندوتش حامي بقى مولع نار، لشطه كده خضراء. يلا بينا تعالوا شوفوا هنعمل ايه. بس الاول هطلع الطعميه كده، خلاص استوت ما شاء الله، لونها تحفه ومقرمشه وحلوه قوي، والصوابع دي مدياها كده يعني مدياها لذاذه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت الطماطم بتاعتي زي ما قلت لكم، ما احنا هنعمل بقى سندوتشات متحبشه. جبت طبعا مليت لهم طبق كده مخلل مشكل. وتعالوا بقى نقطع طماطم ونقطع خيار، وزي ما قلت لكم ونقطع فلفل اخضر وخيار مخلل. لو عندك بصي اي حاجه في التلاجة بقى ممكن تحطيها على السندوتش ده. وغسلنا طبعا حزمه جرجير كده، ويبقى بصوا دخلنا خضار ودخلنا يعني السندوتش ده متكامل يا جماعه. هنا بقى بصوا غسلت الخيار، وده كان اخر حاجه بقى. بصوا والله العظيم المنظر حلو قوي. تعالوا بقى نعمل السندوتشات. انا بحب جدا ان الطعميه دي في السندوتش الفينو، يعني بحبها جدا. واحبها بقى برضو في السندوتش العيش الشامي الابيض ده. تعالوا نعمل بقى في العيش الشامي. همسح بس الورش بتاعي ده عشان هو اتبل بقى من الطعميه من الطماطم والتقطيع. عايزه اوريكم الطعميه حلوه قوي قوي وهشه وجميله. تعالوا بقى نجيب السندوتش كده ونعمل اعظم سندوتش طعميه. انا هعمل لهم شويه سندوتشات وبرضه هحط لهم طعميه كده، يعني للي عايز بقى يغمس. تعالوا بقى نشوف. انا هنا بقول لكم يلا تعالوا بقى حان وقت العمل. تعالوا نحط بقى الطعميه كل المكونات اللي مقطعينها دي، ونلف اجدع سندوتش واكتر سندوتش يعني شبع المصريين كلهم. افتكروا السندوتش ده بقى واعملوه، لا تكونوا نسيتوه بقى ونسينا الطعمية وممكن بقى نستبدلها بحاجات تانية، بس الطعمية لا محدش يستبدلها بحاجات تانية. من وقت للتاني كده لازم تبقى على الفطار. هنا بقى بقول لكم خطيرة خطيرة خطيرة، سندوتش كده ايه، سندوتش قنبلة، خطير خطير. يلا بقى اللي نسي السندوتش ده يعمل. في ناس بقى تحط على الجبنه، تعمل سندوتش جبنه سواء بيضه او جبنه قديمه، وتحطي او جبنه قديمه اللي يجي في نفسك بقى ممكن تاكليه وتعمليه. وعلى فكره الاكله البسيطه دي والله العظيم بتبقى كده ليها طعم تاني خالص. تعالوا بقى نكمل الفيديو بتاع النهارده. عندي بقى ايه شوية عنب كده. عارفين لما ولادك ياكلوا العنب ويبقوا يعني مش راضيين بشوية كده؟ فانا عملت كده السنة دي. انا ما اشتريتش عنب مخصوص بصراحة، انا كل ما يفيد شوية اعملهم زبيب بقى.
فالنهارده كان عندي فايت شويه عنب كده عملتهم زبيب، وانا عامله لكم الفيديو بتاع الزبيب ده في فيديو قبل كده، وسهل جدا ومفيش اسهل من كده. بتغلي الميه وتحطي فيها العنب، طبعا بعد ما تغسليه تحطيه بقى على ايده كده، وتكون حاطين طبعا في الميه زيت اسمه برافين، انت بتشتريه من عند اي عطار، يعني موجود متوفر ومش غالي خالص. فبتحطي شوية صغيرين كده بيحفظولك الزبيب، بيلمع ويحفظهولك من السنة للسنة. بس الزبيب ده لما تعمليه بقى تنشريه وتلميه، تعينيه في اكياس وتحطيه في التلاجة، ومنين بقى ما تحبي تاخدي منه تاخدي. تعالوا بقى كمان نكمل بقى يومنا النهاردة. انا كده اتغدينا وقعدنا شوية، وقررت بقى ايه، ان انا اطلع اروي الزرع ده. التنور كده وما شاء الله، يعني الجو حلو كده والدنيا يعني لا يعني مش ضلمه خالص، عشان انا قايده طبعا الكشافات فوق. وانا حبيت يعني حبيت اطلع في الوقت ده بالليل عشان اشم بقى الروايح الحلوه، الياسمين والفل ومسك الليل. لا حاجه كده وانتي واقفه، لا انتي مش عايزه تدخلي. فمسكت بقى الخرطوم، رويت النعناع ورويت الزرع كله، يعني اللي على الباب اللي قدام واللي على الباب الخلفي، يعني ظبطت الدنيا كلها. وما يعني وسبت الموضوع ده لحد ما الشمس تروح والدنيا كده تبقى الجو حلو. وزي ما قلت لكم واشم بقى الروايح الحلوه المنعشه دي. هوريكم دلوقتي الفل، ما شاء الله. هو ده بقى وقت تزهير الفل، ووقت تزهير الياسمين، ووقت تزهير مسك الليل، وتشمي روايح حلوه قوي. فضلت احاول في الكشاف الطاقه الشمسيه ده ان انا يعني هو مش قايد ليه، طافي ليه، فبيبقى من وقت للتاني عايز الخلية اللي فوقه دي تتمسح او تتغسل عادي. ممكن تجيبي المية عليه عادي خالص، يعني مفيش مشكلة. تعالوا بقى زي ما قلت لكم ندور بس على الآثار دي واحدة واحدة كده نرويها. انا بصراحة كسلت عنهم مثلا 3-4 ايام. النعناع تحسوه كده كان حلو كده ومرعرع واخضر ومالي الآثاري، لا من قلة المية بقى شوية يعني تحسوه دبلان كده. فانا الفترة الجاية دي ان شاء الله وليه بالمية كده. هو النعناع مش محتاج حاجة غير انه يشرب، يعني ويشرب في الحر ده كل يوم لو قدرتي. فانا هحاول الايام بقى الجايه دي احط له ميه كده كل يوم، عشان زي ما قلت لكم يرجع كده حلو وزي الفيديوهات اللي كنت عاملاها لكم قبل كده، نقص منه بالمقص ما شاء الله، ونغسل ونسيبه كده ينشف ونعبي، فيبقى عندك طول السنه خزينه من النعناع. انتي ممكن تعملي كده، جيبي قصري في بلكونتك، تحطي يعني جيبي شتلة نعناع كده وتاخدي منه طول السنة. ومن الحاجات برضو اللي بنصحك تجيبيها كمان في القصاري في البلكونات وحلوة قوي، الروزميري والزعتر للناس اللي بتستخدمهم في الحاجات المشوية، فدول حلوين جدا وناجحين جدا جدا. فيبقى في حاجات في بيتك كده منين ما تحبي تاخديها فتبقى متاحة تحت ايدك. بصوا بقى انا كده خلصت خالص الروي، وبصوا مع شوية المية اللي تكبوا من الروي دول الدنيا يعني تحسيها نضفت شوية. تعالوا بقى اخدكم اوريكم ده ياسمين، اوريكم ما شاء الله كل الابيض ده ياسمين. انا هعدل لكم بس الكاميرا كده عشان تشوفوا ما شاء الله الريحة. عايزة اقول لكم مع اقل شوية هوا كمان يبقى الريحة بقى تطلع على البلكونات وتملى البيت كده ريحة تحفة. هنجمع بقى ايه، يعني انا حابه اخد شويه في ايديا كده اوريهولكم، وشويه ادخلهم البيت جوه يعملوا ريحه حلوه كده ويخلوا البيت ريحته جميله. ازرعوا الحاجات دي، يعني ازرعوا الحاجات اللي تجيب ريحه حلوه، والاشجار المثمره. شفتوا ما شاء الله دول يعني ايه، لقطت كده كام واحده من الشجره. زي ما قلت لكم الابيض ده كله ما شاء الله ما شاء الله ده كله ياسمين. تعالوا بقى بصوا اهو كده خدتهم في ايديا كده، هوريهولكوا بقى ولا بياضه ولا ريحته ولا جماله، تبقيش عايزه تدخلي من الريحه. هدخلهم زي ما قلت لكم البيت بقى يعملوا ريحه حلوه كده. بس الاول نجيب شويه حلوين كده. بصوا يعني الياسمين انا لما ازرع زرعه احب اقرا عنها، يعني احب اقرا تاخد ميه قد ايه، سماد قد ايه،
احب يعني الزرعه ما تموتش بصراحه، ابقى انا مهتميه بيها واقرا معلومات عنها عشان اعتني بيها. فانا قريت عن الياسمين ده ان هو بيتجمع من الساعه 2 بالليل، يعني ما ينفعش يطلع عليه الفجر او يشقشق النهار كده وتجمعيه، لا خلاص، طالما شقشق عليه النهار هيدبل ويبقى مش حلو خالص، والعصارة اللي فيه خلاص، الزيت الياسمين اللي فيه هيبقى مش حلو خالص. فبيتجمع الياسمين ده لو عايزة تاخديه خديه بالليل قبل الشمس ما تطلع عليه. بصوا بقى، تعالوا ندخله البيت كده، وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اشوفكم على خير، مع السلامة.